بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل البطاطا بالكريمة، طريقة جميلة يعني طعمها خطير بصراحة. معايا 2 كيلو من البطاطا هشتغل عليهم. هقطعهم، قشرتهم الأول، غسلتهم كويس أوي ونضفتهم من الطين اللي بيبقى فيها، وقشرتهم وغسلتهم تاني برضو بعد التقشير، وبعد كده قطعتهم زي ما انتوا شايفين. انا هحطهم في حلة الضغط، انا عندي حلة ضغط فبستسهلها بصراحة، يعني ما عندهاش حلة ضغط مفيش مشكلة خالص، في اي حلة وبتغطيها على النار بتستوي، بتاخد حوالي ربع ساعة. المهم هتستوي يعني ربع ساعة تكون استوت ان شاء الله. على نار هادية، اول ما تستوي كده على نار هادية عشان مش تتحرق. معايا كمان تلت كوباية من السكر. تلت كوباية من السكر وكوباية من الحليب. هحطهم بقى على النار تستوي. السكر ده طبعا حسب الرغبة، ممكن تزودي شوية ممكن، بس البطاطا اصلا بتكون مسكرة وجميلة من غير حاجة، حتى لما بنشويها مش بتبقى جميلة جدا يعني. حطيتها على النار عشان تستوي. هنشوفها دلوقتي، هي خدت وقتها، وحاولت اسيبها تهدى شوية عشان اعرف افتح الحلة يعني. استوت كده وبقت جميلة جدا. انا مش يعني سبتها ربع ساعة بس وفتحت عليها، انا مش عايزها تتهرس اوي يعني. هنضيف كمان حوالي معلقتين من الزبدة على البطاطا، هقلبهم كويس عشان تدوب كلها في الزبدة، تدوب في البطاطا كلها. طبعا الحتت البيضة اللي انتوا شايفينها دي اللبن كان فيه قشطة في الكوباية كده، فبتعمل بقى بتعمل قطع كده وش اللبن. هفضل البطاطا في الصينية دي هي الوسط في الطعم يعني. فضيتها فيها، شايفين فيها قطع صغيرة كده، انا مش عايزاها تكون مهروسة قوي يعني. ولو شويت البطاطا وحطيتيها في الصينية كده وفردتها في الصينية وهي مشوية، بعد ما تشوي هتكون طعمها احسن بصراحة. البطاطا المشوية بتكون احسن من المسلوقة. انا رجعت اقول يا ريتني شويتها. هجهز بقى طبقة الكريمة. اللي فضيتهم دول 3 كوبايات من اللبن او الحليب، و 3 معالق من النشا، والاخرانيين دول كان 4 معالق من بودرة الكريم شانتيه، و3 معالق من السكر. السكر انا هحتاج معلقة تانية، لما دقتها على النار كده لقيتني محتاجة معلقة تانية. ممكن حسب رغبتك طبعا، السكر دوت عايزة تبقى معسلة قوي، معسلة يا بطاطا. بتزودي سكر حسب رغبتك. كمان معلقتين من الزبدة هنا، يعني رشة فانيليا كده مش كتير، بتديها ريحة وطعم جميل برضه. الزبدة بتدي طعم لكن الفانيليا بتدي ريحة. لما الفانيليا لو زادت هتعمل مرارة. فضيتها كده زي ما انتوا شايفين على وش الصينية، هفردها كويس اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصراحة طعمها جميل جدا يعني، روعة. يعني بنحاول نغير كده حاجة جديدة. رشيت عليها رشة جوز هند، ورشة زبيب. يعني كان المفروض مش هحطهم دول الا بعد ما هي تطلع من الفرن عشان ما تتحرقش زي ما هتشوف. المهم انا عملت ايه، ورشة من السكر. كان المفروض رشة السكر بس، والسكر بودرة على الوش عشان يتكرمل على وشها، وبعد ما تخرج من الفرن لو عايزة تحطي زبيب حطي، مش عايزة براحتك، او جوز الهند. هي كلها اضافات من عندي، مفيش غير رشة يعني السكر هي اللي المفروض تبقى على الوش بس. اهي بس هي شكله كويس يعني، مفيش اي مشكلة، وطعمها بقى جميل جدا بصراحة. يا ريت تجربوها، وجربوها مشوية، جربوها مشوية احسن. عشان انا بصراحة بحبها وهي طعمها في الشوي بيكون احلى، ودي جميلة جدا يعني. شايفين عاملة ازاي، طعمها جميل.